من بعد ما وافق مجلس النواب على قانون الإيجار القديم والناس بتسأل عن القيمة الإيجارية الجديدة هتبقى كام؟ وللإجابة على السؤال ده يبقى لازم نرجع للمادة 3 من قانون الإيجار القديم اللي بتقول إيه؟ تتولى كل لجنة تقسيم مناطق المحافظة ل3 مستويات: متميزة ومتوسطة واقتصادية. وهيتم تقسيم المحافظة للمستويات ال3 دي وفقا ل5 معايير، وهي مستوى البناء وتوافر المرافق العامة والبنية التحتية ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات. ويحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة وفقا للتصنيف التالي: المناطق المتميزة هتزيد 20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه. المناطق المتميزة هتزيد 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه. أما المناطق المتوسطة هتزيد 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه. أما المناطق الاقتصادية فهتزيد برضو 10 أضعاف ولكن بحد أدنى 250 جنيه. ومن هنا لغاية اللجان ما تخلص شغلها وتحدد المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، القانون هيلزم المستأجر بسداد قيمة مؤقتة بمقدار 250 جنيه شهريا. يعني هيتعامل مع كل المحافظة على أنها مناطق اقتصادية لغاية اللجان ما تخلص شغلها. والمادة 5 من القانون الإيجار القديم نصت على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض غير سكني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، إن هي هتزود القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية 15% من القيمة المحددة، ده ضمانا للحفاظ على التوازن الإيجاري. ده كان بالنسبة للسؤال المهم اللي هو بيتكلم عن القيمة الإيجارية هتكون قد إيه. ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وسلام.